ازاي اكون ست ملفتة، ست جذابة؟ تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي اللي انا هقوله واعمليه، ربنا يهديك يعني. رقم واحد، اما ابقى داخلة مكان او رايحة اي حتة عشان اخد اللقطة، عشان ابقى ملفتة، ما باخدهاش بالكلام الكتير والحركة والجري. انا بدخل المكان ببقى لابسة اجمل حاجة عندي، وبدخل اقعد على الترابيزة اللي انا رايحة عليها او الناس اللي انا رايحة لهم وات ايفر ايا كان، وبقعد ساكتة بسمع اكتر ما بتكلم، بسمع اللي حواليا وكلامهم وتعليقاتهم وما بتكلمش كتير. رقم 2 وده الاهم، اما حد يجي يوجه لي كلام، لو الشخص اللي قدامي مش مهم او الموضوع بالنسبة لي مش مهم او اللي بيتكلم فيه هيقل مني او هيحرقني في القعدة، ابتسم. رقم 3، ما بقاش شكاية وبكاية وحكاية. يعني ايه؟ يعني ما تقعديش طول القعدة بتتكلمي وبتشكي وبتهبدي في حاجات ملاش لازمة. خليكي وقت ما تفتحي بقك تتكلمي يبقى كلامك في الصميم وكلامك مهم. من الاخر، وقت ما تقرري تتكلمي لازم الكل يسمعك، كلمتك لازم تخلي كل الناس تسمعك. واخده بالك معايا؟ الاهم من ده كله، لو واحدة في القعدة متكادة، واحدة قاعدة مركزة معايا في القعدة متكادة مني، هتلاقيها بتتكلم معاكي او مثلا بتتجاهل كلامك. تيجي انت تعملي ايه؟ مش شايفاها ولا شايفة كلامها ولا مهتمة هي بتقول ايه، انت مش شايفاها. لما تيجي تكلمك بصي على حد تاني واتكلمي، احرقيها. ما تخليش حد يحرقك في اي قعدة انت بتقعديها. طب خلصت الكلام، اخد اللقطة اكتر بايه يا امان؟ ان انا امسك الموبايل بتاعي واقعد بص عليه، مش مديه اهمية للي حواليا، فكله هيسأل في ايه، هي كده ليه؟ ولو في حد عاجبك في القعده او حد انت محتاجه تدخلي ريليشنز او حاجه زي دي، لو في ولد في القعده هيسيب كل اللي بيتكلموا وكل اللي كتابهم مفتوح وكل اللي بيردوا وكل اللي بيعملوا كل اللي بيعملوه ده، وهيبص على السكته اللي مش مديه قيمه لحاجه التقيله دي. واخده بالك معايا؟ فخليكي عارفه، عشان تاخدي اللقطه لازم تتجاهلي، عشان تاخدي اللقطه لازم تكوني هاديه، عشان تاخدي اللقطه ما تتكلميش، اسمعي. عشان تاخدي اللقطه ما تخليش حد يعمل نمره عليكي، خليكي دايما ماشيه ان انت تعملي اللقطه وانت اللي تعملي النمره، ما حدش يغطي عليكي في اي قعده ولا اي مكان. لازم تبقي فاهمه حاجه زي دي. اهتمامك بشكلك ومظهرك حتى البرفيوم اللي انت بتحطيه من ضمن اللقطه. شير الفيديو يا لقطه.